هو إن راجل يتجوز صاحبه ده عادي؟ في حاجات اتولدنا بيها، الفطرة البشرية عموما في تنوع في مخلوقات ربنا، في راجل وفي ست، ودي مش حاجة عبث ولا كده وخلاص، والمفروض انهم في الارض لهدف معين واللي هو اعمار الكون، واول طرقه هو ان يكون في بشر اصلا. الشذوذ الجنسي انتشر مؤخرا جدا وفي اعمال كتيرة ليه، والغريبة انه مش بس بره الوطن العربي. طب ايه الموضوع وهل فعلا هو مرض وليه منتشر قوي الفترة دي؟ وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. في 2015 حكمت المحكمة الأمريكية العليا بأن المثليين يقدروا يتجوزوا وليهم كل الحقوق بتاع الجواز الطبيعي، وما كانتش أول الدول اللي تسمح بده قانونا. الدنمارك وهولندا وبلجيكا وجنوب أفريقيا والبرازيل وفي بلاد تانية، والمحكمة أخذت القرار ده على أساس دراسة معمولة وبتقول إن المثلية أو الشذوذ أمر طبيعي بيتولد بيه الإنسان وبيورثه عن طريق جينات معينة وهي اللي بتتحكم في ميوله، وبكده فهي طبيعة ما نقدرش نحاكم الشاذين عليها ولا حتى نعاقبهم زي ما بتقول الأديان السماوية، لأننا كده بنحارب الطبيعة. باختصار هم اتخلقوا كده، وده نفس الكلام اللي بيقوله أي حد بيعلن مثليته في الوطن العربي، اللي المفروض فيه قيم وفيه دين ايا كان هو ايه دينه، وان المثليه دي حاجه غصب عنهم وانهم بيحسوا انهم مش منجذبين للطرف التاني. طب السؤال هنا، هل الشذوذ الجنسي مرض فعلا؟ الدراسه اللي خلتنا نفكر ونسال سؤال زي ده هي دراسه اصلا مش مظبوطه، وهقول لك ليه. اللي عملوها قارنوا ما بين الانسان والحيوان في السلوك الجنسي، يعني باختصار قالوا ان الحيوانات نفسها فيها مثليه جنسيه، وده معناه ان دي حاجه بيتخلق بيها الانسان والحيوان، ودي اول حاجه تثبت ان الدراسه دي ضعيفه، لاننا ما ينفعش نقارن الانسان بالحيوان ولا حتى تصرفاتهم ببعض. ولو افترضنا ان احنا هنقارن، يبقى لما القطه بتقتل اولادها احيانا الانسان يقدر يعمل زيها. وتعالى اثبت لك، جابوا قرود ذكور صغيرين جدا وما عرضهمش الاناث خالص، واول ما بداوا يكبروا دخلوا عليهم قرده، وكان سلوكهم انهم بالفعل حاولوا يقربوا لها مع انهم اول مره يشوفوا انثى. تاني حاجه ان الدراسه دي قالت ان في جين معين هو اللي بيخلي الشخص كده، وده اللي نشرته مجله كبيره في كاليفورنيا اسمها ناتشرال. يروح فريق بحث كبير جدا ويعمل فحص لجينات 400 راجل شاذ على اساس انهم يشوفوا ايه مختلف ما بينهم وبين الاشخاص العاديين اللي بتتحكم وبتخلي دي ميولهم، ونتيجه ان مفيش اي اختلاف في الجينات والجينات كلها واحده ومفيش اي خلل. طب ايه الحكايه؟ الحكايه ان الموضوع كبير قوي، في دراسات كتيره اتعملت عشان يعرفوا ليه ده بيحصل، وما لقوش في البني ادمين نفسهم اي اختلاف، بس لقوا في المجتمعات اللي هم عايشين فيها، يعني كل ما كانت الحريات اكبر ده بيحصل. هتلاقي بره الوطن العربي اكتر نسب، وده بسبب الحريات بتاعتهم. في اخر 10 سنين كاملين مفيش عمل فني واحد سواء مسلسل او فيلم امريكي ما فيهوش مشاهد للشذوذ، وده عشان احنا نتعود نشوفه، ومش احنا بس، ده العالم كله. في شركات كبيرة جدا بتدفع للمخرجين علشان تضيف مشاهد زي دي. طيب مين الشركات دي؟ الشركات دي بعد بحث كبير اكتشفنا ان المالكين بتوعها يهود، وما ننساش ان اول مسارح للشذوذ الجنسي كانت فكره يهودي وسبب في كره هتلر ليهم، وبيتم صرف مبالغ كتيره جدا عشان يستثمروا في المشاريع دي ويقنعوا حتى الغرب نفسهم بان نسبه 20% من سكان العالم مثليين، ودي كذبه لان عددهم 2% بس. طب اليهود هيعملوا ده ليه؟ عشان حلم السيطره على العالم اللي اتكلمت عنه في حلقه الماسونيه، ودول هدفهم نشر الانحلال عموما وما يكونش في اي مجتمع ليه ثوابت دينيه أو سياسية، وخصوصا في العالم الإسلامي والعربي. وعايزة أقول لك إن نتيجة لده في 4 دول مفروض إنها دول إسلامية قانونا لا تعاقب على الشذوذ، بس ما كانتش وصلت لمرحلة إنها تنقل أعمال على التلفزيون فيها ده، لحد فيلم صحاب ولا أعز. الفيلم ده بطولة منى زكي ونجوم عرب تانيين، والمفروض إن كان ليهم صاحب شاذ وكانوا بيتعاملوا معاه عادي. يعني الموضوع بيتدس لينا زي السم في العسل، وما تصدقش اي كلام بيقوله اي حد ما عندوش مرجع ديني ولا اخلاقي بيقول لك ان ده عادي، لانه مش عادي، وكل الديانات السماويه لعنته وحرمته، حتى الطبيعه نفسها اللي عشان تكمل لازم يكون اطرافها ستات ورجاله. عارف الخوف فين؟ اننا نلاقي الدول العربيه عشان تاخد فلوس الانتاج الضخمه دي تعمل ده، وتعلموا لعيالنا على انه تقبل الاخر. تفتكر ده ممكن يحصل؟ قولي انت شايف الموضوع ازاي، وايه اكتر الدول العربيه اللي انت شايف انه منتشر فيها الكلام ده؟ وما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت على الفيسبوك وكمان اليوتيوب، تتاكد انك عامل سبسكرايب. انا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.